السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد عايش مع مراته مية مية، وفي نفس الوقت مرة واحدة لما تحصل أي خلاف بينهم يلبس نفسه قضية أو هي تلبس نفسها قضية. ليه؟ بسبب الخلافات الزوجية. الزوجة عندها 37 سنة، الواقعة دي حصلت في الهرم في الجيزة، والزوج عنده 41 سنة. حصل بينهم خلاف على ان هي خدت فلوس من فلوسه وبتاعه كده، وهو بقى طبعا مرضيش باللي حصل دوت. اتخانقوا وخدت بعضها وسابت البيت ومشيت هي وابنها. بعد كام يوم الزوج صالح مراته وقعدوا قعدة عرفية بين الأسرتين من هنا ومن هنا علشان خاطر يصالحوا بينهم وعلشان خاطر بينهم طفل هما الاتنين. خلاص ورجعت البيت وتمام ومية مية، ولكن للأسف الشديد حصل بينهم عتاب. طبعا كلنا عارفين إن العتاب ممكن بيقلب المشكلة تاني من جديد لو العتاب بقى فيه زعيق وصوت عالي وعنف من جديد تاني. وده اللي حصل، إن هو عاتبها وهي عاتبته والصوت عالي، وبدأوا هما الاتنين بدل ما كانوا خلاص اتصالحوا وكان في قعدة عرفية وجابها البيت، لا ده الخناقة زادت أكتر من الأول، أكتر ما كانت ماشية من البيت كمان. الزوج هنا عمل ايه بقى؟ وده اللي احنا بننبه عليه ودايما نقول ما نوصلش للدرجة ديت، ما نوصلش ان انا اقوم امسك حاجة واضرب. حاول انك انت تمسك نفسك او ان انت تمسكي نفسك في الخناقات. ما ينفعش لو حصل بينكم انتوا الاتنين خلاف حد منكم يسيب البيت وينزل ساعة ساعتين في الشارع وترجع لغاية ما تهدى. ولكن الزوج هنا عمل ايه؟ مسك خشبة وقعد يضرب في مراته، يضرب فيها لغاية ما ماتت قدام ابنها وابنه. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هنا لما هو خلاص لقاها ان هي خلصت وماتت، خد بعضه وهرب. هيضرب فيها اكتر من كده ايه؟ ما خلاص ماتت. هيضرب في الميت كمان؟ لا خلاص خد بعضه وهرب. هنا العيل طبعا لما صوت وصرخ وعيط وبدأ يلم الجيران، الجيران طبعا على طول بلغوا اسرتها، وكانت الاجهزه الامنيه. ومين اللي عمل كده؟ طبعا اتعرف ولا ابنه نفسه اللي شهد عليه. طبعا على طول الأجهزة الأمنية بتحرياتها قدرت إن هي تقبض عليه. وبعد ما اتقبض عليه اعترف بالواقعة بتاعته. انتوا لسه متصالحين؟ قال أيوة، ما احنا لما رجعنا البيت كنا بنتعاتب، نرفزتني فمديت إيدي عليها. ومديت إيدك عليها إيد؟ لا ده بالخشبة. طب فين هي أداة الجريمة؟ ولهم أداة الجريمة اللي هي الخشبة اللي كان بيضرب بيها مراته لغاية ما قضى عليها وماتت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ده ليه؟ خلافات أسرية. لما يبقى في خلافات بين الزوج وبين الزوجة ما ننساش كل اللي فات مرة واحدة، ولا حتى العيل اللي بيننا ده. احنا بيننا عيال، مش للدرجة ديت ان اخد بعضي وان اي حاجة حواليا ادخل المطبخ اجيب خشبة اجيب عصاية اجيب سكينة. ليه على ايه ده كله؟ طرف من الطرفين ياخد بعضه وينزل علشان خاطر التاني يهدى، وبعد الموضوع ما يهدى يبدأوا يرجعوا. والعتاب ليه؟ كان العتاب ليه من الأول؟ ليه العتاب؟ ما انتوا خلاص كنتوا صالحتوا وقعدتوا قعدة عرفية ورجعتوا مع بعض انتوا الاتنين البيت وتمام ومية مية، خلصنا بقى. لكن العتاب بقى زود الموضوع من تاني لغاية ما الزوج للأسف الشديد اتصرف التصرف بتاعه الغلط دوت. طبعا اتقبض عليه وهو حاليا دلوقتي في النيابة، وضيع نفسه ويتم ابنه من أمه اللي ماتت، وهو كمان هيتسجن. وكل ده علشان خاطر ايه؟ خلافات أسرية. وممكن تبقى حاجة هايفة جدا، ممكن حاجة هايفة جدا تحصل خلاف بين الزوج والزوجة والموضوع يكبر بزيادة، بس مش لدرجة ان احنا نستخدم دايما آلة حادة او ان احنا نضرب بعض لدرجة ان نضيع يعني نفس حد فينا. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.